لابد لأن تقام هذه المباراة وتنظم وينظم هذا الحدث بهذه الصورة الراقية في كل شيء، ونأمل في نهاية المطاف أن تكون الصورة كذلك راقية وأن تأتي المباراة راقية. وهذه كرة للأمام خطيرة، وكانت خطيرة ولا زالت كانت خطيرة جدا. لاحظ الكرة الماضية اللي كانت عرضية جميلة من وليد سليمان، وهنا الكرة الماضية اللي الوحش الصغير الحاضر في مرمى فريقه. وهذه محاولة لفريق النادي الأهلي كانت جيدة، الفكرة جيدة من جانب عبد الله السعيد القادم من الإسماعيلي كما يعلم الكل، لكنه من اللاعبين المميزين مع النادي الأهلي مع أيضا منتخب جمهورية مصر العربية. لاحظ الكرة الماضية اللي كانت عالية بعض الشيء من جانب عبد الله النيجيري معروف يوسف، نقلت الآن لمحمود كهرباء ينقلها الأمام، جميلة هذه خطيرة لفريق نادي الزمالك. معروف يوسف ممكن سدد الكرة الماضية. نعم بالنسبة له هذا السيد جوزفالدو فيريرا الرجل الكبير، أتحدث عن تجربة ميدانية كبيرة. حسام عاشور كرة للأمام نقلت وعادت ولا زالت، والكرة خطيرة بالفعل للنادي الأهلي، العرضية مثالية ولدينا ضربة ركنية. نعم تقدم في الكرة الماضية اللاعب صبري رحيل جاء بالكرة الماضية العرضية مثالية، ولكن مدافع جيدة. بعد ذلك أبعدت، عادت لي بالفعل معروف يوسف، محاولة لباسم مرسي، هذه خطيرة والتسديدة، جول زملكاوي، هدف للزمالك يسجل. الزمالك يبدأ السوبر بهدف جميل، يبدأ قمة سوبر مصر عمرو جابر يسجل كرات زملكاوية في منتهى الخطورة. الكرات الماضية اصطدت في المدافع، شوف بداها باسم مرسي، اصطدت في المدافع وهو رامي ربيعة، وبعد ذلك استقرت على قدم عمرو جابر اللي سدد الكرة. كانت صعبة جدا. احمد فتحي، عبد الله او وليد سليمان، ومحاولة من مسافة بعيدة، التسديدة والتصدي. الله، حلوة الكرات الماضية، جميلة ملعوبة، الشناوي يبعدها، شوف مالك ايبونا، لكن الشناوي بتألق لافت بالفعل. عار الزمالك، كهرباء يتقدم ويتصدى، شريف إكرامي الوحش الصغير يتصدى لضرب الجزاء، وبالتالي ينقذ النادي الأهلي، ينقذ مرمى النادي الأهلي من ضرب الجزاء. كهرباء سدد وشريف، لكن السوبر المصري جميل بكل معنى الكلمة. هنا محاولة من حسام غالي للأمام إلى وليد سليمان، وهذه كرة من عبد الله السعيد، وكرة خطيرة كانت لفريق النادي الأهلي والشناوي مرة أخرى. وحتى الآن لا زال فريق النادي الأهلي عن طريق حسام غالي يتقدم للأمام، يبحث عن التعادل في أواخر شوط المباراة الأول. كرة تلعب بالفعل، تنقل للأمام، هذه خطيرة للأمام وضربة جزاء. الإسباني يحتسب ضربة جزاء للنادي الأهلي، ويا لها من إثارة في الشوط الأول عزيزي المشاهد. نعم ضربة الجزاء موجودة، تعادل عبد الله السعيد لجماهير النادي الأهلي. عبد الله السعيد ضربة جزاء للنادي الأهلي، عبد الله السعيد يتقدم، جول عبد الله السعيد يهدي السعادة للنادي الأهلي في صافرة شوط المباراة الأول. شوط مثير، شوط جميل، شوط تقدم فيه الزمالك بهدف لعمرو جابر، وكاد الزمالك أن يتقدم بهدف. تاريخ بعد أحمد حسام ميدو، هذه كرة في المكان السليم، خطيرة الأمام عالية، وفرصة للأمام، وكرة بتضيع، كرة أهلاوية من هذا اللاعب، والكرة كانت من جانب رامي ربيعة، نقلت الآن لحسام غالي، أرسلت الأمام، فنان خطير، ضربة جزاء
ضربة جزاء أم أن عبد الله السعيد اللي سجل من ضربة جزاء في الشوط الأول مرة أخرى ربما يهدي السعادة لجماهير القافلة الحمراء. يتقدم جول جول أهلاوي ثاني، هدف أهلاوي ثاني على ذلك. وبعد ذلك مرة أخرى عبد الله السعيد يهدي السعادة، كل السعادة لمحبي النادي الأهلي، ويتقدم النادي في انذار الآن على طارق حامد. والمباراة عزيزي المشاهد الآن عند الدقيقة 58، الكرة الأمام تبعد من الشناوي والتسديدة تاتي ولكنها بعيدة في الكرة الماضية. رمضان صبحي حاول ولا زالت الكرة لرمضان صبحي. حسام غالي، رمضان صبحي، كرة تلعب بالفعل ما بين ايفونا، هذه خطيرة الكرة الماضية، وبالفعل ابعاد الكرة الماضية كان خط الهجوم في ذاكرة كرة القدم المصرية. تعود الكرة لفريق الزمالك الان عن طريق ايمن حفني للامام، وهذه الكرة فيها سرعة. محمود كهرباء تقدم ومر واطالت عليه الكرة الماضية. نظم هذه المباراة بكفاءة عالية. اقول الان مسؤوليتكم صارت صعبة جدا، لان متطلب يعني ان تستمر هذه المسابقة بهذه الصورة الراقية. هذه كرة للنادي الاهلي في المكان الخطير، فرصة الله خطيرة، جول جول البديل، خطيرة، جول جول البديل مؤمن زكريا يسجل هدف الاهلي الثالث. مؤمن زكريا يؤمن نتيجة النادي الاهلي. النتيجة حتى الان هذه الكرة رمضان صبحي بصورة جميلة، وبعد ذلك طبعا النهاية كانت رأسية جميلة من مؤمن زكريا. يتقدم النادي الاهلي 3-1. السوبر يقترب من المثيرة جدا. هذه ضربة حرة مباشرة امام الكرة، باسم مرسي اقرب للتسديد، سدد باسم مرسي وشريف اكرامي موجود في المكان المناسب. قدمت هذه الامسية على طبق جميل هنا في استاد هزاع بن زايد. هذه كرة خطيرة للامام، يا سلام، مرور جميل. وحكم المباراة كان قريبا الاسباني كارلوس فيلاسكو كاربايو. فريقين بقيمة الزمالك، الاسرة الكريمة، يا سلام يا سلام، الاسرة الكريمة. وهذه كرة الان وخطيرة جدا للامام، كانت عن طريق ايضا ضربة حرة مباشرة للزمالك في مكان جميل، في مكان جيد، في مكان مناسب، وباسم مرسي على التنفيذ. هذه قد تعيد الزمالك، قد تعيد الزمالك، وشريف اكرامي موجود. بطولة ثالثة في نفس العام على حساب النادي الاهلي. حتى الان الامور تقول عكس ذلك، لان بالفعل هذه كرة خطيرة، جول جول الزمالك يعود. محمود كهرباء يعيد الزمالك، كرة جميلة جدا للأمام، وكهرباء نعم يأتي عمرو جابر، جميلة ولمسة فنية راقية من محمود كهرباء. حاضر في المباراة الزمالك الآن يسعى لهدف تعادل ثالث، يعيد المباراة ويصل بها إلى الأوقات الإضافية، بينما يسعى الأهلي إلى هدف الرابع في هذا الملعب حتى الآن في اللحظات الأخيرة. باسم مرسي، يا سلام، الله 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 للزمالك الكرات الماضية، ولكن تبعد. عمرو جابر سجل الهدف الأول، صنع الهدف الثاني للزمالك، يتقدم الآن ويسدد كرة خارج الملعب، وكرة تلعب بالفعل في المكان السليم. الآن اللاعب اللي يملك الكرة مصطفى فتحي، تسديدة سهلة تماما. آخر محاولات الزمالك في المباراة للتعادل، وكرة تلعب، هذه جميلة، هذه عرضية، هذه خطيرة،